ومش اي حد يعمل كحك زينا نقول له يا عمنا. النهارده هنعمل مع بعض الكحك الناعم دايب بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة. زي ما انتوا شايفين الكحكاية كده اللهم بارك قمر وكده. هو بعد ما خلصنا الكحك بتاعنا وحضرناه بالسكر، يلا بقى نشوف كده هنعمل ايه. نسمي الله ونصلي على الرسول. ومعايا المقادير: معايا كيلو من الدقيق الزيرو بتاع الحلويات وبتاع المخبوزات، ومعايا معلقتين من السكر البودرة، معلقتين من اللبن البودرة، معايا معلقتين من السمسم الأبيض، ومعايا معلقة ريحة كحك وذرة ملح، ومعايا كيس خميرة، ومعايا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا كده حوالي كوباية الا ربع او نص كوباية من الحليب علشان خاطر ادوب فيها الايه الخميرة. بس كده ايه تمام. دي المكونات بتاعتي. ومعايا كده كنت محضرة حوالي 600 جرام من الايه من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سايحة ودايبة معايا. هنا كده اول حاجة هجيب كوباية الحليب وهنزل فيها بباكة الخميرة وهحط لها معلقة كبيرة من السكر البودرة وهقلبها كده تمام. وهركنها معايا على جنب، هسيبها الايه الخميرة بتاعتي تتفاعل مع بال ما اجهز بقية حاجتي تكون الخميرة بتاعتي ايه تفاعلت. هجيب البولة هنا كده معايا وهاخد كده ايه كيلو الدقيق، هنزل بكيلو الدقيق كله كده تمام. وهجيب بقى معايا بقية السكر البودرة اللي ايه كان عندي، وهحط برضو عليه معلقتين اللبن البودرة ومعلقتين الايه السمسم، وهنا معايا معلقة ريحة الكحك وذرة الملح، ومعايا ايه معلقة كبيرة من البيكنج باودر. حطيت كل المكونات بتاعتي، هبتدي بقى ايه اخلطهم ببعض كده واقلبهم ايه تقلبتين كده بحيث ان ايه المكونات بتاعتي كلها ايه تندمج مع بعض. تمام كده. بعد ما ايه قلبت المكونات بتاعتي كانت عندي بقى خلاص الخميرة بتاعتي بقى ايه كانت ايه ابتدت تتفاعل. فايه هجيب بقى الايه الاول سبت الخميرة بتاعتي على جنب برضو سايباها تتكمل. فكنت هنا معايا ايه 600 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفين. انا وريتها لكم كده في التصوير، هي دايبة خالص. بصوا انا بقلبها هي بالدقيق دايبة معايا كده، مش ماسكة ولا مجمدة ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين. بصوا هي بتسيح تحت ايدي ازاي، انا بعملها باطراف صوابعي دايبة معايا خالص اهو. بصوا كده دايبة معايا زي العجينة، لانها ايه انا سايباها برا التلاجة علشان انا عايزاها بدرجة حرارة الغرفة. هبتدي بقى كده ايه اجمع كده ايه الدقيق مع الايه مع الزبدة، الم بقى الايه الدقيق بتاعي بالزبدة واحدة واحدة كده. وايه انا مش بعجن، انا بس ايه بلم الدقيق بالزبدة مش اكتر. انا مش عايزة عجين علشان العجينة بتاعتي معايا ما تتكتمش وتبقى ايه زي العيش. انا مش عايزاها كده تتكتم مني وتبقى زيها زي ايه رغيف العيش، لا. بس هنا كده ايه لميتها ببعضيها كده. اخد قطعة من العجين ايه اختبرها اشوفها بتلم معايا ولا بتلزق. لقيتها بتلم معايا كده وتمام. هنزل بقى بالايه بالخميرة بتاعتي وهبتدي برضو ايه اقلبها كده في الايه في العجينة. انا برضو قلت ايه تاني انا مش بعجن، انا برضو بلم بس المكونات بتاعتي مش اكتر عشان العجن هيخلي العجينة بتاعتي ايه تخمر مني زيادة عن اللزوم، وانا مش عايزاها تخمر. انا بس ايه عايزاها ان هي تتلم كده وترتاح. بس كده خدت قطعة منها برضو جربتها لقيتها كده معايا تمام. لو حسيت ان العجينة معايا ناشفة او بتفرول هزودها ايه حوالي كده معلقتين سمنة عشان تظبطها معايا. كنت هنا بقى ايه مع بال ما العجينة بتاعتي مش تخمر ترتاح حوالي 10 دقايق كنت جهزت معايا كده ايه الحشوة بتاعت الايه الكحك. معايا هنا كده شوية من المكسرات، ومعايا برضو حاجة بسيطة كده من الايه من العجوة. اديتها حوالي معلقة من الايه من الزبدة واقلبها كده ايه في بعض. وهبتدي بقى اخد ايه العجوة بتاعتي ايه اجهزها بحيث تبقى جاهزة معايا. اعملها كور صغيرة كده علشان لما اجي بقى ابتدي احشي الكحك بتاعي يبقى جاهز ايه معايا.
كده تمام. كنت خلصت الكمية. انا عملت حبيت اعمل معاكم في فيديو بس كمية بسيطة علشان اوريكم ايه الطريقة او الخطوات. بس هنا كانت العجينة بتاعتي خلاص خمرت كده وكانت ارتاحت، اللهم بارك. العجينة تحفة، شايفين كده ما شاء الله، ولا بتلزق في الايد ولا حاجة، والناعمة معايا ودايبة. وده كده ايه سر نجاح العجينة بتاعتي، كده تبقى العجينة بتاعتي ناجحة وتمام. هبتدي بقى اجيب الصاج بتاعي وابتدي بقى اخد ايه قطعة قطعة على حسب ما انا بحب حجم الايه الكحكاية. هنا كده كنت مكبرة معايا العجينة شوية لاني هحط فيها الحشوة، فطبعا عشان اقدر اقفل ايه على الحشوة تبقى مكفية معايا. بس كده اعمل ايه معاكم ايه، ادي واحدة بالعجوة، واعمل معاكم واحدة كمان بالايه بالمكسرات زي ما انتوا شايفين كده. افردها على ايدي واحط فيها ايه حبة كده من الايه من الحشوة، وابتدي برضو ايه الفها كده على ايدي وتمام. هكمل بقى الصاج ده كله ايه بالحشوة وارجع لكم تاني. هنا كده تمام. كنت خلصت الصاج بتاعي، كنت محضرة الفرن بتاعي على 100 كنت محضرة الفرن بتاعي مسبقا على درجة حرارة 180، وسايباه بقى ايه يسخن مع بال كده. دي ايه احنا طبعا كان عندنا زمان بنتلم كلنا على الطبلية حوالين امهاتنا الله يرحمهم وربنا يبارك في اللي عايشين يا رب. كنا بنتلمح معاهم بالحاجات ديت. الكحك والايام دي بتفكرنا بايام زمان، ايام اهالينا، وربنا يبارك في اللي اهاليهم موجودة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. بتفكرنا بالايام الجميلة ديت. فاحنا هنا ايه احنا مش ايه هنعمل بالمنقاش. انا عندي كده بصمة، دي الحاجات دي اللي طالعة جديدة، فانا عملت بيها الايه الاشكال. وكده كان ايه تمام. دخلته بقى الفرن، ما قعدش معايا حوالي ربع ساعة. انا عايزاه ياخد كده، بصوا اللون الجميل ده من ايه من تحت، ومن فوق اللون الذهبي الفاتح الايه الهادي. هنا كان استوى الكحك بتاعي معايا. وفي حاجة انا طبعا عملت كل الصاجات، كل ما اعمل صاج بريحه على جنب، ولما باجي بقى ابتدي احط الكحك بتاعي في الفرن بحط الصاج اللي انا ايه شكلته اول واحد، وهكذا واللي بعديه، لانه بيكون ايه خد وقته وارتاح. كده كان تمام معايا كده الايه الكحك بتاعي. بس كده كان الكحك بتاعي خلص. وكنت عندي هنا مجهزة سكر بودرة للناس اللي بتحب طبعا عليه السكر. انا هعمل كده شوية بالسكر البودرة علشان اللي بيحبه، واللي مش عايز بسكر بودرة طبعا في برضو ايه شوية كده ايه سادة للناس اللي ما بتحبش ايه السكر. وكده بس كان الفيديو بتاع النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.